إن كنت من دارسي علم النفس إذا أنت من الأشخاص الذين يحللون طبائع الناس بشكل تلقائي، أو قد تكون مجنونا. دي بقى نظرة أغلب المجتمع لدارسي علم النفس سواء أطباء أو أخصائيين نفسيين، وده لأنهم عندهم قدرات اكتسبوها من خلال الدراسة وطريقة اتصال يقدروا يتعاملوا بيها مع أغلب الناس في المجتمع، بل يقدروا يوصلوا إلى عمق النفس البشرية بمنتهى البساطة. ولأنهم عندهم المهارة دي أصبحوا في نظر بعض الناس مجانين، وده لأن الناس دايما بيحبوا ينغلقوا على نفسهم، ما يحبش حد يعرف عنهم أي حاجة. وعشان كده لازم يتهمك بالجنون عشان انت بتبين له الحاجة اللي هو مش عايز يعرفها. وعشان كده المتخصصين في علم النفس قالوا ان احنا عايزين نساعد الناس، فعملوا 12 قانون او 12 فرضية قالوا لو الناس قدروا يطبقوهم على نفسهم يقدروا ان هم يغيروا من الطبائع بتاعتهم، بل يقدروا يوصلوا للتميز البشري القوي جدا. لو عايز تعرف ايه هم ال 12 قانون دول تابع الحلقة. لو بتشوفني على الفيسبوك اعمل لايك واعمل شير، ولو بتشوفني على اليوتيوب اعمل سبسكرايب وفعل الجرس. انا سعيد جمال من الاخر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ دلوقتي الحلقة وهنتكلم فيها عن القوانين النفسية، أو زي ما قلنا إن هي عبارة عن فرضيات. وأول قانون اسمه قانون الراحة: الانسحاب من الفوضى لا يقدر بثمن. في كتير مننا عايشين في حاجة اسمها الفوضى مرتبة، يعني هو عايش وفاكر نفسه إن هو قاعد في ترتيب معين في حياته، وممكن يكون ده بالنسبة للآخرين فوضى، وبالنسبة للآخرين ممكن يكون ترتيب ناس تانيين فوضى. كل واحد شايف الترتيب بتاع حياته بالنسبة له هو قمة الترتيب، وكل واحد شايف ان الترتيب بتاع الآخر هي فوضى. دي هي الحياة من وجهة نظر بعض الناس، ولكن في مسلم لازم كلنا نؤمن بيه، وهو ان انت انسحابك من الفوضى بيكون قمة الراحة ليك. كاتب اسمه ديفيد هيل عمل كتاب اسمه انت السر، وكان بيقصد بيه الانسان. قال في كتابه ان الانسان بطبيعته لو عايز يوصل للراحة النفسية يبقى عليه ان هو ينسحب من كل الفوضى اللي موجودة في حياته، لان الفوضويات اللي الانسان بيعيشها هي اللي بتجيب له بعد كده كل التحديات اللي تقابله في حياته. عايز تبعد عن التحديات، انسحب من الفوضى وظل في الراحة النفسية. ومن قانون الراحة النفسية الى قانون الذكاء العقلي، واللي بيقول التجاهل يعيد كل شخص الى حجمه الطبيعي. بمعنى انت لو عايز تعيش في راحة نفسية تجاهل الناس اللي ممكن يعملوا لك توتر عشان يفهموا هم ايه وانت ايه. احيانا احنا بنعيش من غير ما نتجاهل الناس، بمعنى ان احنا بنعلق على ابسط الامور اللي بتبقى موجودة في حياتنا. شفت واحد عيط بقوله هو عيط ليه، شفت واحد ضحك هو ضحك ليه، ماشي في الشارع فشفت واحد وقع مش هساعده، لا اسأل هو وقع ليه. فالفكرة ان انت بتدقق في حاجات ويبقى عندك تفسير لحاجات هي اصلا مش منطقية، فالتجاهل ممكن يكون حل في وقت من الاوقات. فعشان كده الناس اللي بيضايقوك، الناس اللي بيحكوا عليك، الناس اللي انت شايفهم كتلة فوق دماغك، ابعد عنهم وتجاهلهم. ليه؟ عشان ترجعهم لحجمهم الطبيعي. صدقني انت الكسبان. ومن قانون الراحة النفسية ومن قانون الذكاء العقلي الى قانون جديد تماما اسمه قانون الاستغناء. ليس كل ما تستغني عنه خسارة، بعض الأمور التي تستغني عنها قد تكون بداية أفضل. دي حقيقة. كل الحاجات اللي في حياتك ممكن انت تتمسك بيها. دايما احنا عندنا فجوة ما بين الحاجات اللي احنا عايزينها والحاجات اللي احنا محتاجينها. دايما انا عايز حاجات معينة والمفروض اكون محتاج حاجات معينة. اغلب الناس دايما بتدور على اللي عايزينه مش اللي محتاجينه. فعشان كده احيانا استغنائك عن بعض الحاجات اللي في حياتك او بعض الاشخاص او بعض المهام او حتى مرونة في بعض المبادئ قد تكون هي بداية افضل لحياة افضل. اما بقى القانون الرابع بيسموه قانون التطور الذاتي. واحد اسمه ريتشارد باندلر قال اوجد لنفسك مكانا في القمة، فكل من في القاع في ازدحام شديد. ويقصد ان القاع اللي الناس كلها عايشة فيه في زحمة سوق،
والناس كلها موجودة فيه، وليكن في القمة في أعلى الجبل يوجد الناس اللي هم يستحقوا إنهم يوصلوا لأعلى الجبل. لو فكرت في قمة إيفرست، مين أحسن ناس بيطلعوها؟ هنلاقي الناس دول مغامرين بيتعبوا كتير قوي وبيشقوا كتير قوي عشان يطلعوا للقمة دي، عشان كده هم يستاهلوا اللي هم يعملوه. بص لنفسك أنت فين، بص لنفسك انت تستاهل ايه. دايما بص للقمه، ودايما اوجد لنفسك مكان في القمه دي واوصل للمكان ده مهما كان التمن. اهم حاجه ان انت يكون عندك مرونه، عندك مبادئ، والمبادئ دي تقدر تمشي عليها في حياتك. اما بقى القانون رقم 5 بيسموه قانون اثبات الذات. كل فتره لازم تقوم بتحديث نفسك. هتقول لي بتحديث نفسي ازاي؟ هقول لك: طريقه كلامك، طريقه تواصلك مع الاخرين، حتى السي في بتاعك. احنا في الشغل بنلاقي ان الناس كلها كل واحد ماسك سي في كل شويه يضيف عليه حاجه، يضيف عليه معلومه، حتى لو خد كورس، حتى لو دخل على النت وكتب عمل سيرش على حاجه يكتب في السي في انا عملت سيرش عن كذا. فما بالك بنفسك؟ اتعلم ازاي تتكلم، ازاي تحدث في نفسك، ازاي تحدث في طريقه التواصل مع الاخرين، ازاي تحدث حتى في افكارك وقوانينك اللي انت ماشي عليها. وده عشان تفضل في القمه اللي احنا قلنا عليها في وقت من الاوقات ان انت لازم تفضل في القمه، وعشان تفضل في القمه وتبعد عن القاع لازم تحدث في نفسك باستمرار. ومن هنا بقى لو انت حدثت في طريقتك هتبقى دخلت في القانون رقم 6 اسمه قانون التميز. قانون التميز بيقول لك ان حضرتك طول ما انت متميز هتلاقي الناس كلها بتقلدك وكله عايز يكون زيك، بصرف النظر عن الحقد وعن الجشع وعن اي حاجه ممكن يكون بصلك لان انت طلعت. وده الحقيقه اللي احنا بنتكلم فيها في المجتمع. هتلاقي ان في ناس كتير بصلك ومتضايقين ان انت وصلت، متضايقين ان انت ناجح، متضايقين حتى ان انت ممكن بتاخد نفسك، بس في الوقت ده بيقلدوك وعايزين يكونوا زيك. ده بيسموه تميز. فكره ان انت تكون متميز هو ان انت تكون غير كل الناس. حاول تطور في نفسك زي ما قلنا قانون تحديث الذات. انا كمان بطور في نفسي عشان اكون مختلف مش زي اي حد. القانون رقم 7 اسمه قانون التحدي. بروسلي في وقت من الاوقات، وده واحد من احسن ممارسي فنون القتال في العالم واسطوره من اساطير فنون القتال في العالم، سالوه ايه هو التحدي من وجهه نظرك؟ قال لهم التحدي ان اجد مكان في وسط الكبار. الفكره كلها ان انت ازاي تدور على نفسك في وسط الكبار. لو انت في يوم من الايام ليك عايز تنشئ اسم معين مثلا زي الناس اللي بيكونوا على اليوتيوب، لو عايز تبقى اليوتيوبر يبقى انت لازم تحط اسمك بين الناس الكبيره. في يوم من الايام انا حطيت اسمي على جوجل، فرحت كاتب سعيد جمال، فلقيت لي في السيرش اول اسم طلع كان البيج بتاعتي. وقتها كنت فرحان جدا، بس كنت لازم اثبت نفسي. درست في المجال بتاعي كويس جدا واثبتت نفسي وبدات اعلم الناس لغايه ما لقيت في وقت من الاوقات ان انا اسمي بقى اسم مميز جدا. ده لان فكرت اشتغل على نفسي واوجد مكاني بين الكبار. اشتغل على نفسك وشوف الكبار في مجالك فين وحاول توجد مكان ليك في وسطهم عشان تبقى زيهم. اما بقى القانون رقم 8 اسمه قانون ادارة نشاطات الوقت. سأل واحد من المهتمين بعلم الإدارة وقالوا له بالنسبة لك إزاي تخلي الإدارة بالنسبة لك إدارة الوقت سهلة وبسيطة؟ قال لهم دايما أنا بشوف نفسي زي السفينة اللي ماشية في وسط الأمواج ولكن بالعلم والمعرفة. كلنا عندنا نفس الوقت، انت عندك 24 ساعة وانا عندي 24 ساعة. في واحد بيعمل حاجات كتير جدا في ال 24 ساعة بتوعه، وفي ناس تانية ما بتعملش حاجة في ال 24 ساعة بتاعها. الفكرة كلها ان الوقت عبارة عن شوية نشاطات انت ممكن تعملها بشكل مكثف وتنجح، وفي غيرك ما بيعملش في الوقت كله غير نشاط او اتنين. الفكرة كلها ان تدير النشاط بتاع الوقت ده وقتها هتلاقي نفسك مختلف عن بقية الناس. هتلاقي نفسك ان انت حد تاني، حد مميز، حد ليه قيمة لانه عرف قيمة الوقت وعشان كده عرف يديره كويس جدا. حياة بلا هدف كجسد بلا روح، الاتنين ليس لهم اي قيمة. ده بقى القانون التاسع اسمه قانون الأهداف. ازاي يكون عندك هدف؟ الفكرة كلها ان الحياة عبارة عن شوية أهداف. انت ممكن تحط هدف ولكن مش عارف هتمشي فيه ولا لا. حط مجموعة أهداف وابدأ سيبك من الهدف الكبير وجزأه لأهداف صغيرة وابدأ حقق الهدف التاني التالت الرابع، وصدقني هتوصل للهدف الكبير بتاعك وهتبقى عملت إنجاز كويس. بس الفكرة كلها ان انت لازم يكون عندك هدف تسعى ليه دايما. ولما نحط هدف وتغلط فيه وتقع وتخفق فيه فده معناه ان انت عندك حالة مختلفة تماما بنسميها ان لم تدرك اخطائك فلن تتعلم الصواب. وده بقى بيسموه قانون العاشر اسمه قانون الوعي.
دايما بنحط هدف عشان لو فشلنا فيه نبدأ نصحح فيه ونعدل فيه ونقيم فيه. ده بيسموه ان انت عندك وعي. شخص عنده وعي بيدرك اخطائه ومعترف بالخطأ بتاعه، معترف ان هو ممكن يغير في مسار حياته لمجرد انه فهم القانون يمشي ازاي. ده بيسموه قانون الوعي. ومن كل القوانين اللي فاتت العشرة اللي فاتوا دول عندنا قانون مهم جدا بيسموه قانون العلم. ان لم تتألم لن تتعلم. كل اللي فات ده لازم يعلمك درس كويس جدا. كل اللي فات ده لازم يخليك على الاقل تفتح كتاب تشوف غيرك تتعلم من اخطائه. عمرك لو عشته طول حياتك وعملت كل الاخطاء اللي ممكن تتخيلها مش هتتعلم كل اخطاء الناس. عشان كده دايما نقول بص لاخطاء الاخرين وحاول ما تقعش فيها عشان تتعلم. لان كمية الاخطاء اللي هتاخدها من الاخرين لان كمية الاخطاء اللي هتاخدها من الاخرين اكتر بكتير جدا من كمية اخطائك طول حياتك. وعشان كده اتعلم من كل حاجة حواليك، اتعلم من نفسك، اتعلم من الكتب، اتعلم من اخطاء الاخرين. اهم حاجة كل يوم احصل على معلومة جديدة، وصدقني هيكون وقت بالنسبة لك مختلف تماما. ومن حصولك على معلومة جديدة ومن حصولك على علم جديد كل يوم هتلاقي نفسك في حالة تغير مستمر. والتغير هو المطلوب. التغير شيء بديهي، شيء موجود في الطبيعة. كل حاجة بتتغير. الريح بتتغير اتجاهاتها كل شوية. الجو ممكن يكون صافي وفجأة يمطر. الفكرة كلها ان التغير ده شيء مطلوب. وده القانون رقم 11. ان الانسان بلا حزن ذكرى انسان. يعني لو ما حسيتش بالحزن مش هتحس بالفرحة. ده تغير من نقيض لنقيض. ان ما شفتش الليل مش هتعرف معنى النهار. ان ما نمتش مش هتعرف تصحى. كل عبارة عن تغيرات. فعشان كده كل اللي فات ده هيخليك تتغير. دور على نفسك هتلاقي نفسك بتتغير وبتحقق نتائج احسن ومرجوة، وان شاء الله تكون في قمة زي ما قلنا القمة مش في القاع. اشوفكم في حلقة تانية ان شاء الله، واتمنى الحلقة تعجبكم. ولو الحلقة عجبتكم اعمل لايك واعمل شير وادعوا اصحاب الناس ان هم يعجبوا القناة بتاعتي. انا سعيد جمال. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.